السلام عليكم طلابنا طلاب ثالثه ثانوي. ان شاء الله يا شباب احنا وعدناكم ان احنا ننزل اساسيات للمنهج ونظبط لكم الدنيا ونشوف الحال ماشي ازاي معاكم. بدايه كده يا شباب احب اعرفكم مستر محمد المصري معاكم. صفحاتنا ان شاء الله صفحات القرش، هتلاقي ان شاء الله المنهج كله نازل بنسبه كبيره على اليوتيوب. لو حابب تتابع معانا، حابب تحل اكتر وتركز اكتر في المنصه طبعا والاونلاين والكلام ده، حابب تشوف الحاجات دي هتلاقي تحت في الوصف طبعا، تحت الفيديو هتلاقي كل الحاجات اللي انت عاوز توصل لها بسهوله. طيب مبدئيا بس عشان ما اطولش عليكم، تعالى يا شباب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نبتدي بالحاجه الاولانيه، ازاي انت تخش ثالثه ثانوي. عشان تخش ثالثه ثانوي يا شباب محتاج اول حاجه تكون كويس جدا في التفاضل، كويس جدا في الحاجات الاساسيات بتاع اولى وثانيه ثانوي، كويس جدا في التحليل. والشغل ده بيكون في بعض المسائل كده وانتم ماشيين بتلاقي تراكميات على القديم. يبقى اذا احنا محتاجين دلوقتي فرع اسمه التفاضل هنشتغل ونأسس فيه. يبقى احنا محتاجين الفكره الاولانيه يا شباب حاجه اسمها التفاضل، محتاج حضرتك تمسك فيه كويس. ادي ده الفرع الاولاني. محتاج حاجه ثانيه طبعا حساب المثلثات، وان شاء الله هتلاقي بقيه الحصص الحاجات دي. خلينا الاول نشوف انت محتاج ايه في التفاضل. محتاج يا مستر الفكره الاولانيه او الحاجه الاساسيه في الدرس الاشتقاق. طلبه كتيره جدا ما بتحبش الرياضه وبتكره الرياضه بسبب ان هي اساسياتها تعبانه. تعالى كده نشوف يا مستر، لو احنا هأسسك في الاشتقاق ده عشان تبدأ تخش في التفاضل تلاقي الدنيا سهلة وبسيطة. الاشتقاق ده يا شباب أول حاجة عاوزين تعريف الاشتقاق، يبقى تعريف المشتقة. ادي دي أول حاجة، ايه هي المشتقة وشكلها ازاي والكلام ده. تاني حاجة القواعد البسيطة. ماشي، القواعد البسيطه دي اللي هتبدا تشتغل عليها. تعال نشوف الاول وادي احنا ماشيين. يبقى الفكره الاولى ازاي هقدر اعرف المشتقه. طب يا مستر ايه هي المشتقه؟ المشتقه الاول بنرمز لها بالرمز د ص على د س. المشتقه برضو ص شرطه، المشتقه برضو د شرطه س. المشتقه برضو تنفع كلمه ميل المماس، تنفع معدل التغير. كل ده اسمه ايه يا شباب؟ كل ده معنى كلمة مشتق. طب يا مستر هو ده يعني اللي بيجي ده دي احنا استفدنا ايه يعني من كده؟ لا، ممكن تلاقي سؤال حتى في ثالثة ثانوي معنى كلمة معدل التغير دي كنت بتاخدها في ثانية ثانوي، اسمها نهى لما الهاء بتقول لصفر شد خط اهو د س زائد ه ناقص د س على ايه يا شباب؟ على ايه؟ طب يا مستر دي معناها ايه؟ معناها المشتقه. طب ازاي بقى نشتق؟ هي دي بقى قواعد ايه يا شباب؟ الاشتقاق. طيب لو جيت اكلمك ايه هي قواعد الاشتقاق؟ اول حاجه قواعد بسيطه جدا. لما اجي اقول لك ص بتساوي س اس ن، تقدر تجيب لي ص شرطه اللي هي المشتقه يعني؟ يا مستر س اس ن دي ممكن تبقى س اس 5 س اس 10 س اس 12 ايا كان يعني. طيب بتعمل ايه حضرتك؟ بتنزل النون اللي هو الاس بتاعها، يبقى ن س اس ن ناقص 1. ايه يا مستر ده يعني؟ طب ما تدينا مثال كده، خد مثال. اما اجي اقول لك ص تساوي س اس 6، تعرف تجيب لي المشتقه؟ سهل جدا، ده حتى سيد هنا يعرف يقول معانا اهو د ص على د س. ايه يا مستر انت غيرتها، انت بتقول لي هنا ص شرطه، ما احنا اتفقنا هي دي هي دي هي دي كلهم ايه يا شباب؟ معنى كلمه مشتقه. بعمل ايه؟ بنزل السته، يبقى 6 س اس كام؟ 5. 6 س اس كام يا شباب؟ اس 5. دي كده كلمه مشتقه. طبعا دي القاعده الاولى، ما تلخبطش، دي القاعده ايه؟ الاولى. ص بتساوي س اس ن. طب يا مستر نكمل. لما اجي اقول لك ص بتساوي مثلا ا اس س او ا س قصدي، ازاي دي تشتق؟ هو مين ا ده؟ ا ده ثابت. ا ده ايه يا شباب؟ ثابت. تقدر يا مستر تجيب لي د ص على د س؟ اقدر. اما اجي اقول ا س الاشتقاق بتاعها ا اللي هو الثابت.
تمام. اديني مثال مثلا على كده. طبعا سهل جدا. فين يا عم المثال؟ مثال اما اجي اقول لك ص بتساوي 5 س، تقدر تجيب لي ص شرطه؟ اقدر. سهل جدا. ايه هو الاشتقاق؟ طبعا قلنا 5 س دي كده اشتقاقها بكام يا شباب؟ ب5. طيب واحده كمان. طب يبقى ده واحد عشان ما اتلخبطش، النوع الاول، وده النوع الثاني اهو. النوع الثالث لو كان ثابت اصلا، ص بتساوي الف بس، والف ده يا شباب ثابت. تقدر تقول لي ص شرطه؟ ص شرطه بتساوي. طالما ده ثابت يا شباب يبقى اشتقاقه يطلع بكام؟ اشتقاقه يطلع بصفر. مثال مثلا اما اجي اقول لك ص بتساوي كام يا شباب؟ مثلا 5، يبقى ص شرطه على طول بتساوي كام يا شباب؟ صفر. ما تلخبطش. طيب يا مستر هل هي المسائل بتيجي بسيطه كده؟ طبعا احنا قلنا ده يعتبر تاسيس. طيب لما اجي اقول لك خد مثال كده، لامم الثلاثه دول. لما اجي اقول لك ص تساوي 3 س اس 2 زائد 5 س زائد 8، تقدر حضرتك تجيب لي ص شرطه؟ ايوه اقدر. ده اي طالب دلوقتي فيكم هيعرف يقول. طب يا مستر مش احنا بننزل دي قدام؟ 2 في كام؟ 2 في 3. بص دي كانت 2، مش انا بنزل الاثنين؟ يبقى 2 لقيت الثلاثه اتضربت 6 س، واطرح من دي واحد تبقى اس كام؟ 1. يعني انت يا مستر عاوز تقول بنزل دي تلاقي الثلاثه اتضربت، زائد دي كام؟ 5 س. قلنا 5 س ده ثابت ودي س اشتقاقها 5، والثمانيه دي اشتقاقها كام يا شباب؟ صفر. طيب كمل يا مستر. مش معقول برضو المسائل مباشره كده. طيب ما تيجي نديك حاجات اكبر وارخم من كده شويه، حاجات تعقدك وتقرفك. طيب مفيش عقد ولا قرف. ص بتساوي وليكن مثلا يا مستر 1 على س اس 7 زائد س اس 7. طب يا مستر هي المساله مظبوطه؟ لا 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 لا. واحد بيرد اهو اسمه سيد اهو بيقول لك ايه؟ المساله مش مظبوطه. عشان احل وعشان اجيب د ص على د س محتاج تظبط المساله. يبقى الحل يا مستر اظبطها ازاي؟ دي تحت تطلع لي ايه؟ تطلع لي فوق. يبقى ص شرطه او ص الاول بتساوي، طلع دي فوق، يبقى س اس سالب 7 طلعت من تحت لفوق زائد س اس 7. هبدا اشتق؟ ابدا اشتق. اقول د ص على د س بتساوي، نزل الاس يبقى سالب 7 واطرح منه واحد. نص الطلبه هنا دلوقتي هتلاقي فيه مشكله. ده اس ايه يا مستر؟ سالب. لما اس سالب اطرح منه واحد، لما اس سالب اطرح منه واحد، اطرح كده منه واحد. طب انا ما بعرفش اطرح بالآلة دي مش عيب، بس طبعا بالمخ سالب 7 ناقص 1 تطلع بسالب 8. لما اطرح منه يزيد زائد، نزل السبعه س اس اطرح منها واحد كام؟ 6. يبقى نزلت السبعه دي يا شباب نزلتها قدام. طيب كمل. لما اجي اقول لك يا ريس مثال كمان، لما اجي اقول لك ص بتساوي مثلا 2 س اس 5 زائد 8 س اس 4 زائد 6 س اس 2 على 2 س او على س اس مثلا كام؟ 6 او س اس 5 س اس 4 ايا كان. يا مستر انا هعرف اشتق دي؟ هعرف اشتقها بس محتاجه تتظبط. طب تتظبط ازاي؟ الحل جدا سهل جدا. طبعا هنا برضو يجي يطلب منك اوجد ص شرطه عشان ما تتوهش يعني. طب عشان اشتقها يا شباب قلنا الموضوع بسيط. اظبطها الاول، بقسم دي على دي ودي على دي ودي على دي. ازاي يعني يا مستر؟ يبقى 2 س اس 5 على س اس 4 زائد 8 س اس 4 على س اس 4 زائد 6 س اس 2 على س اس 4. يلا ظبط يا مستر. اطرح الاسس يبقى الاثنين تنزل، 5 ناقص 4 س اس 1 دول مشوا اتبقى 8 دول 2 و4 تبقى 6 س اس سالب 2. ده كل ده انا حليت؟ لا ده انا ظبطتها بس. طب يا مستر ما تبدا تشتق بقى؟ ايوه ابدا اشتق. طبعا بقت سهله جدا. د ص على د س بتساوي كام يا شباب؟ هنا دي رقم وجنبه س تبقى 2. طيب زائد ال8 اشتقاقها بصفر. طبعا في ناس بتكتبه وفي ناس ما بتكتبش مش فارقه. هنا نزل الاثنين قدام يبقى سالب 12 نزل 2 اتضربت في 6 س اس سالب 3. يا مستر سالب ازاي ودي سالب؟ قلنا لما يبقى سالب بزياده
زيادة واحد. دي يا شباب كانت الأفكار الأولى، حاجات بسيطة جدا ملهاش أي حاجة. فطبعا إيه، هنبدأ نكمل الفكرة التانية. يبقى أنا واخد أدي فكرة تعريف المشتقة، قواعد بسيطة. دلوقتي يا شباب إن شاء الله هنكمل الفكرة التالتة. الفكرة التالتة اللي هي بتتكلم عن، أخدنا قواعد الاشتقاق البسيطة، خدنا تعريف إيه يا شباب؟ تعريف المشتق. طيب يا مستر إيه الفكرة التالتة؟ فكرة ثلاثة. فكرة ثلاثة بنتكلم عن القوس، والقوس حاجة مهمة جدا. القوس ايه القوس ده يا مستر؟ لما اجي اقول لحضرتك ص بتساوي وليكن مثلا أ س زائد ب أس ن، تقدر تجيب لي المشتقة؟ ايوه اقدر اجيب لك المشتقة، الموضوع بسيط جدا. اجيبها ازاي؟ المشتقة يا مستر بنزل، دي طبعا ب، بنزل النون عادي، نزلنا النون، طرحت منها واحد يبقى النون ناقص واحد في، يبقى القوس نزلت النون دي قدام وسبته زي ما هو، وطرحت منه كام يا شباب؟ واحد، طرحت منه واحد في مشتقة اللي جوه. طب مشتقة اللي جوه ده بكام؟ يا مستر ده رقم مضروب في س يبقى اشتقاقه أ، واشتقاق الب ده بصفر. طيب ما تديني مثال يا مستر عشان ما توهش، ده طبعا القانون. طيب خد المثال. المثال لما اجي اقول لك ص بتساوي 5 س زائد 7 أس مثلا 4، تعرف تجيب لي د ص على د س؟ ايوه سهل جدا وبسيط. الموضوع اسهل ما يكون. تنزل ايه يا شباب؟ تنزل الاربعه. نزلنا الاربعه يا مستر ايه، وطرحنا منها واحد، طرحنا منها واحد بقت اس كام؟ 3 في مشتقة اللي جوه. كام مشتقة اللي جوه يا شباب؟ مشتقة اللي جوه 5 س ب5، ومشتقة السبعة طبعا الصفر ما ضربوش. دي يا شباب ممكن تروح تبص في الإجابات ما تلاقيهاش، فبقى فيه مشكلة. لا الموضوع سهل، بضرب الخمسة دي في الأربعة دي اللي هي اسمها أبسط صورة. 5 في 4 ب20، ونزل 5 س زائد 7 أس 3 زي ما هي دي الحل. ده المثال الأول. طيب تعالى يا مستر ناخد حاجة تاني، مثال 2. مين مثال 2؟ لما اجي اقول لك ص بتساوي 1 على 5 س زائد 7 أس 4. ايه يا مستر يعني ما هو ده هو ده؟ لا دي تحت، انما دي مظبوطه. هنا عاوزين نعدلها شويه. نعدلها ازاي؟ طلع الاس ده بدل ما هو بالموجب اطلعه بالسالب. يعني انت عاوز تقول يا مستر ان ص بتساوي 5 س زائد 7 أس سالب 4؟ اه طبعا. تعرف تكمل؟ اه اعرف اكمل. هجيب شرطه، نزل السالب سالب ال4 واطرح منها واحد. اما طرحت واحد قلنا لو اس سالب بنقص منه واحد يبقى يزيد في كام؟ في مشتقة اللي جوه. كام مشتقة اللي جوه؟ كله طبعا بدأ يفهم مشتقة اللي جوه ده يا شباب 5، واضرب 5 في كام؟ في سالب 4 واكملها زي اللي فوق. كمل. طب يا مستر افرض مثال 3. ايه اللي في مثال 3؟ لما اجي اقول لك ص بتساوي جذر. وصلنا للجذر. وطالما وصلنا هنا للجذر يا شباب بنتكلم فيه في شغل كويس جدا، اللي هو ايه؟ لما اجي اقول لك هنا 3 وهنا 5 س زائد 7 أس 4، تقدر تجيب لي يا مستر د ص على د س؟ ايوه اقدر. المسألة مظبوطة ومعدولة؟ لا مش معدولة. تقدر تعدلها لي كقوس؟ ايوه اقدر. الحل ازاي؟ سهلة جدا وبسيطة ما تتوهش. طيب هقول ص بتساوي، بص عشان ما اتلخبطش، بقسم اللي جوه على اللي بره. يعني ايه اللي جوه على اللي بره؟ يعني بقسم الاربعه على كام يا شباب؟ على الثلاثه. يعني انت تقدر تعملها لي كده 5 س زائد 7 أس 4 على كام يا شباب؟ على الثلاثه. ما تلخبطش وحاجات بسيطه. تعرف تكمل؟ اقول د ص على د س بتساوي. ولاحظ انا بكتب ص عشان هنا انا بعدل المساله بس.
انما هنا ببدا احل. نزل الاربعه على الثلاثه واطرح منها واحد. طب يا مستر ما بعرفش اطرح انا ما بعرفش اطرح دي. قدامك طريقتين، حاجه بسيطه اهي على جنب، ملحوظه صغيره. ازاي هطرح 4 على 3 ناقص 1؟ هشيل الواحد ده واعمله 3 على 3، باخد 3 من دول، و4 ناقص 3 بواحد. يبقى لما اطرح من ده واحد تبقى كام؟ تلت. دي طريقه ايه؟ كل الكتب وكل الناس. طب طريقه محمد المصري بقى الموضوع سهل جدا. اللي تحت تنزل زي ما هي، اللي تحت نعملها لك اهي عشان ما تتوهش، 4 على 3 ناقص 1. اللي تحت زي ما هي، واطرح 4 ناقص 3 بواحد. يبقى اللي تحت زي ما هي، و4 ناقص 3 بكام يا شباب؟ بواحد. خلصت يا مستر؟ لا لسه. في مشتقة ما بداخل القوس. كام مشتقة ما بداخل القوس؟ 5. الواد سيد دلوقتي هيقول لي يا مستر انت نسيت تضرب. لا ما نسيتش اضرب. في طلبه بتروح تضرب ال5 دي في ال4 وال5 دي في ال3. الكلام ده غلط. ال5 دي تحتها كام يا شباب؟ 1. اضرب كده، يبقى 5 في 4 ب20، و3 في 1 ب3، والقوس ينزل زي ما هو. أس كام؟ أس تلت. طيب اللي بعد كده يا مستر، تعالى يا مستر مثلا اديك حاجه اكبر شويه. لما اجي اقول لك ص تساوي جذر 2 س زائد 1. الله يا مستر ده معلهاش أس، ده اسمه جذر تربيعي. جذر ايه يا شباب؟ تربيع. ازاي هقدر احل؟ برضو اتفقنا احنا بنظبط. ازاي؟ هقول ص تساوي 2 س زائد 1 أس. الله ده فيه هنا كام؟ 1 وفيه هنا كام بس احنا مش شايفينها؟ 2. يبقى أس نص. وأظن كل الناس تعرف تحل دلوقتي، الموضوع بسيط. هقول ده ص على ده س بتساوي، نزل النص، نزلنا النص، والقوس بينزل زي ما هو، واطرح منه كام يا شباب؟ واطرح منه 1. يعني نص ناقص 1. قلنا بنعمل ايه؟ اللي تحت ينزل زي ما هو، 1 ناقص 2 بسالب 1. بس يا مستر لسه ما خلصتش. في مشتقة ما بداخل القوس، مشتقة ده كام؟ 2. مشتقة الواحد في اختصار دي تمشي مع دي، هيتبقى لي 2 س زائد 1 أس سالب نص. طيب ده كده كان ايه؟ اشتقاق القوس وتظبيطات الحاجات اللي بقول لك عليها. طيب يا مستر ما تديني كده، مفيش طريقه للجذر اسهل من كده؟ في طريقه ثانيه للجذر. يعني انا ممكن اعتبرها فكره 4، اللي هو لو جيت قلت لك ص بتساوي جذر 2 س زائد 1. الله يا مستر ما انت لسه قايلها لنا اهي. لا بس دي بقانون تاني، ده اسمه قانون الجذر التربيعي. الله يعني يا مستر ده ما ينفعش في اي قانون تاني غير الجذر التربيعي بس. الحل عشان اقدر اجيب د ص على د س يا شباب الموضوع بسيط. 1 على 2 في الجذر في مشتقة ما بداخل الجذر. طب يا مستر مش فاهم، فهمني شوية. طيب سهل جدا. 1 على 2 فين الجذر؟ اهو في مشتقة ما بداخل الجذر كام يا مستر؟ مشتقة ده كام؟ 2. طيب ما الاتنين دي تمشي مع الاتنين دي، يتبقى لي 1 على جذر 2 س زائد 1. الله واحد دلوقتي هيسأل يا مستر انت حليت دي وحليت دي وما طلعوش زي بعض، ما تاخد ملحوظة. الملحوظة دي يا جماعة من وجهة نظري من أهم ملاحظ المنهج أو من أهم ملاحظ الشغل اللي ممكن تيجي لك. إزاي تحول الأسس لجذر والعكس؟ يعني يا مستر مثلا جذر 3 هنا س زائد 8 أس 4، إزاي تحولها أس؟ طب والعكس لو جات لي كده مثلا 2 س زائد 1 أس 4 أو أس 3 على 4، إزاي تحولها جذر؟ يبقى ده إزاي أحول جذر، وهنا إزاي أحول إيه يا شباب؟ أسس. بسيطة جدا جدا. عشان أحول أس هنا بقسم اللي جوه على اللي بره.
يبقى ازاي؟ س زائد 8 أس 4 على 3. طب هنا يا مستر تعمل جذر، اللي تحت وادي اللي فوق أس واللي تحت جذر. ازاي يعني يا مستر؟ يعني القوس نزل اهو، اللي فوق ده أس واللي تحت بيكون عن جذر. خلاص كده احنا خلصنا كام فكرة يا شباب؟ خلصنا 4 أفكار. هنروح على الفكرة الكام؟ الخامسة إن شاء الله. دلوقتي يا شباب هنروح على الفكرة ايه؟ الفكرة الخامسة إن شاء الله. فكرة 5. طيب فكرة 5 هنتكلم في ايه؟ هنتكلم في حاجة اسمها حاصل ضرب دالتين. حاصل ضرب دالتين، مشتقة حاصل الضرب. ازاي يعني يا مستر؟ لما اقول لك ص بتساوي الدالة الأولى في الدالة الثانية، تعرف يا مستر تشتق؟ ايوه اعرف اشتق. الموضوع بسيط جدا جدا جدا، اللي هو ازاي؟ هجيب د ص على د س الأولى اشتق يا شباب الثانية في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى. طيب أنا مش فاهم قوي، اديني مثال. خد مثال واحد. أما أقول لك ص بتساوي 3 س ناقص 5 في 2 س زائد 7. وطبعا دي يا شباب طريقه الكتب. طب هل في طريقه ليا انا؟ طبعا في طريقه ليا جباره، بس هديها لك في المثال الثاني. اللي هي ازاي يا مستر؟ الحل انا عاوز د ص على د س. دي طريقه الكتب اللي هتلاقيها في كل الكتب وهتلاقيها مشهوره. الاولى نزلت زي ما هي في مشتقه الثانيه. اما اجي اسالك يا سيد جاوب يا سيد، مشتقه الثانيه دي بكام؟ 2. سيد جاوبه، بصوا شطور. طيب زائد الثانية في مشتقة الأولى. مشتقة الأولى دي كام يا شباب؟ 3. طب يا مستر كده المسألة خلصت؟ أنا من رأيي خلصت، بس لازم تكملها. يعني دي إجابة صحيحة، بس لازم إيه يا شباب؟ تكمل. أكمل إزاي؟ عشان أطلع زي إجابات المعاصر، اللي هو إزاي؟ اضرب يا مستر دول جوه واضرب دول جوه. طيب 2 في 3 6 س، 2 في 5 ب10، 3 في 2 6 س، 3 في 7 ب21. كمل يا مستر كده. كمل. اجمع السين، يعني اجمع السين دي والسين دي 12 س. طيب 10 21 سالب 10 21 يبقى موجب 11. يبقى ده الحل النهائي لايه يا شباب؟ للمشتق. طيب افرض يا مستر انه بدل ما يجيب لي هنا دالتين جاب لي مجموعه من الدوال. طيب تعال نشوف كده. مجموعه من الدوال يعني مثلا يا مستر تعال نتكلم مثلا حركه من المسطر. يعني ايه حركه من المسطر؟ يعني تأليفه كده من عندي، حاجه هتسهل عليك الدنيا. يعني لو جيت قلت لك يا مستر ص تساوي الاولى في الثانيه في الثالثه في الرابعه في الخامسه في المليون، تحل ازاي؟ طبعا عشان احلها بالطريقه دي يا شباب الموضوع صعب جدا وحاجه يعني صعبه على الطلبه. انما احنا بنقول ايه بقى؟ هقول لك د ص على د س سهل جدا بتساوي الاولى وفوق المشتقه خلصت زائد الثانيه وفوق المشتقه وهكذا. طيب يا مستر لما تيجي تجرب لي كده بمثال، اجرب لك مثال اهو. ما تتوهش معايا، ما تتوهش مني ولا تتوه. الدنيا بسيطه جدا والحاجات بسيطه، ركز بس على المعلومات. اما اجي اقول لك ص بتساوي 3 س زائد 2 في 5 س زائد 4 في 2 س زائد 7. لو بصيت في المعاصر يا حبيبي او بصيت في اي كتاب او حتى بصيت عموما على اليوتيوب هتلاقي المدرسين بيضربوهم او يفكوا القوس موضوع. لا الموضوع سهل جدا. عاوز الاشتقاق، عاوز د ص على د س، سهل جدا بتساوي. هما 3 دوال. الاولى 3 س زائد 2
اشتقاقها 3 خلصت. الثانيه 5 س زائد 4 اشتقاقها 5 خلصت. الاخيره 2 س زائد 7 اشتقاقها 2 برضو خلصت. افرض يا مستر انه كان مديني عندما س بتساوي رقم او مش عارف ايه الكلام ده، طبعا سهل خالص اشيل السين واعوض ايه يا شباب عنها. ده كده اسمه حاصل الضرب. طب يا مستر زي ما في حاصل الضرب اكيد فيه القسمه. طب ما سهل جدا. القسمه اما اجي اقول لك ص بتساوي الداله الاولى وتحت الداله الثانيه، تعرف تشتق؟ سهله جدا. ده طبعا القانون اللي هو قال لك ايه؟ القانون سهل جدا. اسمع بس كده، او ممكن اشيلهم بدل الاولى والثانيه اسمهم البسط والمقام عادي. ده زي ده. قال لك المقام تربيع، المقام اس 2. طيب البسط في مشتقة المقام زائد المقام في مشتقة البسط. طلبة كتير جدا بتنسى القانون. طب يا مستر في حاجة سهلة. خد المقام حطه في 3 أماكن، هنا أس 2 وهنحطه هنا ناقص مشتقة المقام عشان تحفظ القانون بسهولة. يبقى المقام هيتحط في كام حتة؟ في 3. هنا أس 2 هنحطه هنا نشتقه هنا. طب والبسط؟ البسط هنحطه هنا ونشتقه هنا. طيب نفذ كده مثال. اما اجي اقول لك ص بتساوي وليكن 3 س ناقص 5 على 2 س زائد 7. عاوز د ص على د س. شد خط. طيب سهل جدا. احنا اتفقنا يا شباب المقام 3 حتت. فين ال3 حتت؟ المقام تربيع اهو يا مستر. المقام ناقص مشتقة المقام. طب يا مستر انت حطيت ناقص ليه وهي زائد وكده؟ دي ثابته في القانون. الناقص دي ثابته. بص اهي. طيب يبقى المقام اس 2. حطيت المقام واشتقيت المقام. البسط بقى نحطه هنا وهنشتقه هنا. حضرتك دلوقتي هتبدا تفك وتضرب. 3 في 2 ب6. دي تضرب جوه ودي تضرب جوه. 3 في 2 ب6 و3 في 7 ب21 ناقص 2 في 3 ب6 و2 في 5 ب10. وركز هنا على الإشارة، سالب في سالب بموجب. انزل تحت ما تفكش القوس. 2 س زائد 7 أس 2. طيب ما دي بالموجب ودي بالسالب يمشي مع بعض. يتبقى لي 21 و10 31 وتحت 2 س زائد 7 الكل أس 2. كده ده يا شباب كانت الفكرة الكام؟ الفكرة الخامسة اللي هو الضرب وبعديها ايه يا شباب؟ القسمة. دلوقتي هنخش على ان شاء الله الدوال المثلثية وربنا يسهل. شباب دلوقتي هنخش على الفكرة الثابتة ان شاء الله، والموضوع بسيط وحاجات سهلة جدا اللي هو ايه يا مستر؟ الدوال فكرة ستة اللي اسمها الدوال المثلثية. وطالما وصلنا للدوال المثلثية يبقى انت يعتبر وصلت لمنهج ثالثة ثانوي، عشان ده يعتبر اول درس في المنهج، وده شغل كويس جدا بقى. فركز كده معانا، ركز وربنا كده يكرمك كده. ركز. الدوال المثلثيه دي عندك شويه حاجات. عندي اول حاجه جاء وليكن مثلا ا س زائد ب. يا مستر دي اشتقاقها ايه؟ طيب ص تساوي جتا ا س زائد ب. ص بتساوي ظ ا س زائد ب. دول طبعا شغل تاني يعتبر يا شباب. لو جيت اتكلم دلوقتي عن دول تانية ان شاء الله في بدايه اول درس هتلاقينا بنشرح لك ايه بقيتهم يعني. طب اشتق دي ازاي؟ قال لك ص شرطه بتساوي مشتقه الجاي دي بايه؟ بجتا. ماشي؟ ا س زائد ب. ايه يا مستر انت نزلت القوس؟ انا بشتق اللي فوق بس، واشتق اللي جوه اطلعه ايه؟ اطلعه بره. طب يعني احنا ممكن نمسح تاني؟ ممكن نمسح ونعمل ايه؟ نمسح لكم بحاجه هنا سايق جايبها لنا غريبه شويه ما يجراش حاجه. بصوا يا شباب، يا مستر انت كنت حلل صح. لا انا حلل صح بس هقول طريقه اسهل. دي كده اشتق اللي جوه الاول. مشتق ده كام؟ الف. ماشي؟ وبعد كده ارجع اشتق الجا. مشتقه الجا ايه؟ جاتا. واللي جوه هينزل. خلصت المساله.
يبقى سهله جدا. طيب خش على دي. مشتقة الجتا دي سالب جا، بس احنا قلنا ما بنبدأش بالجتا، احنا بنبدأ باللي جوه. مشتقة اللي جوه ألف. مشتقة الجتا سالب جا. ايه يا مستر انت حطيت السالب هنا ليه؟ طالما ضرب احطه قدام عادي واللي جوه ينزل زي ما هو. طيب خش على دي. صاد شرطة. طبعا كل ده صاد شرطة معناه ايه يا شباب؟ المشتق. ها خش على اللي جوه الأول ألف. مشتقة الظا بقا تربيع ألف س زائد ب. يعني أنت عاوز تقول يا مستر إن كل دول أنا بشتق اللي جوه أطلعه بره واشتق دي وخلصنا؟ هو كده، الدنيا بسيطة جدا. طيب نقسمهم بس كده عشان لو حد بياخد سكرينات ولا حاجة يبقى الدنيا تمام. طيب كمل يا مستر. طيب افرض بقى اديتك صاد بتساوي مثلا جا 5 س زائد 3. يا مستر ما سهله. طب نسمي ده مثال كويس، ده نسميه مثال عشان ايه؟ نحل على طول. طيب تعرف تجيب لي صاد شرطه؟ طبعا اعرف اجيب لك صاد شرطه. صاد شرطه سهله جدا. مشتقة ده كام؟ 5. مشتقة الجا جاتا واللي جوه ينزل زي ما هو. خلص. ادي اول حاجه. طب يا مستر انت هتفضل تدينا حاجات سهله كده؟ هديك حاجات سهله. طب جرب كده ناخد دي مع بعض. صاد بتساوي جاتا 2 على س. انا عاوز صاد شرطه. طبعا لو سبتك تفكر ممكن تلخبط شويه. طب يا مستر انا اي مساله بتزنق فيها بشوف مشكلتي فين. انا مشكلتي في اللي جوه، مش مشكلتي فين؟ مش مشكلتي في اللي بره ده. مشكلتي في اللي جوه ايه ده يا شباب؟ لازم اشتق دي الاول، اظبطها واشتقها. يبقى على جنب كده يا مستر اهو، على جنب. تمام. 2 على س اشتقاقها ايه؟ هطلع السين فوق، احنا اتفقنا ما ينفعش اشتق واحنا تحت. طلعتها فوق يبقى بقت ايه؟ 2 س اس سالب 1. اشتقاقها ننزل السالب يبقى سالب 2 س اس سالب 2. يعني انت يا مستر عاوز تقول لي ان مشتقة البتاع ده ما هو يبقى اجي مطلعه بره زي ما اتفقنا. في مشتقة الجاتا بسالب جا، قلنا السالب احطها كده اهي يا عم، احسن من حد يقول لك ايه المستر بيحب يحط اهو جا 2 على س. طب اضرب كده وظبط. سالب في سالب بموجب 2 س اس سالب 2 جا 2 على س. طيب جت للطلبه في ثالثه ثانوي جات لهم دي صاد تساوي ظا 4 باي. عاوز صاد شرطه. طلبه كتير جدا ما عجبهاش الحال ولخبطت وقالت لك يا مستر ده ايه؟ مشتقة الزبقه تربيع لا 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 يا جماعه، هنا الاجابه صفر. اشمعنى يا مستر؟ دي داله ثابته. دي داله يا شباب ثابته.